بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة أخبار المغرب، أتمنى أن تكونوا جميعا في أتم الصحة والعافية. نرحب بكم مجددا في هذا الفيديو القوي الذي سنتناول فيه موضوعا أثار جدلا واسعا، فعلا الذي صدر عن عميد كلية بنمسيك والذي أثر كثيرا في التساؤلات والنقاشات. كان هذا الفعل مثلا على ما تخفي نواياه بسبب وشاح الشابة التي تدافع عن قضايا وتفتخر بثباتها وشموخها، رغم أن العميد لم يرغب في منحها الشهادة. بسبب هذا الفعل السيء خرجت النقابة التعليم العالي برد قوي على هذا العميد الذي أنهى مسيرته بهذا الفعل المهم. لكن قبل أن ننتقل إلى التفاصيل والرد البالغ من النقابة، لا تنسدوا لإخوانكم في أرض العزة والكرامة وأيضا في السودان. والآن ننتقل إلى رد قوي من نقابة التعليم العالي. بعض الردود التي جاءت ردا على هذا الفعل تمثلت في نشر صورة من قبل أساتذة كلية القاضي عياض. كما ترون، هؤلاء الأفراد يظهرون الفخامة والاعتزاز بقضيتهم. ومنها رد النقابة التعليم العالي: لقد أصدرت نقابة بيانا واضحا قويا تستنكر في هذا الفعل وبينت موقفها منه، وهذا ما جاء في البيان المختصر. أدانت النقابة الوطنية للتعليم العالي بشدة تصرف عميد كلية العلوم بالنسيك الذي رفض تسليم الجائزة للطالب المتفوق بسبب ارتداء وشاح العزة والكرامة، تضامنا مع إخواننا في أرض العزة والكرامة. وأوضحت النقابة أن هذا التصرف يتعارض مع موقف المغرب الداعم للقضية، مؤكدا تضامننا الكامل مع الطالبة. واعتبرت النقابة أن الأسلوب العميد أثر استياء عميقا بين الحضور، ودعا الفرع المحلي للنقابة إلى اتخاذ موقف صارم ضد هذا التصرف، منحدرين أساتذة من محاولة تطبيع الأكاديمي مع الكيان. انتهى مقطعنا لهذا اليوم. أسأل الله تعالى أن يحفظ إخواننا المستضعفين في كل مكان، ويحفظ بلادنا جميعا، بلدان الإسلامية. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.